تلقى البرازيلي رافينيا لاعب وسط فريق برشلونة الضوء الأخضر من الأطباء للعودة إلى الملاعب بعد أشهر طويلة من الغياب بداعي الإصابة. الصفحة الرسمية للنادي الكتالوني على تويتر أكدت تعافي اللاعب واستعداده للعودة للمباريات بعد 8 أشهر من الغياب منذ خضوعه لجراحة في الركبة اليمنى بعد إصابة تعرض لها في أبريل نيسان الماضي أمام غرناطة في الدوري. عدلت محكمة الاستئناف العقوبات المفروضة على نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي ورئيسه أندريا أنيلي في قضية بيع تذاكر إلى مشجعي ألتراس، وألغت بالتالي عقوبة الإيقاف في حق هذا الأخير. وكانت السلطات الكروية الإيطالية قضت في أيلول سبتمبر بإيقاف أنيلي لمدة عام وفرضت عليه غرامة قدرها 20,000 يورو، إلا أن محكمة الاستئناف في الاتحاد الإيطالي للعبة قررت الاثنين رفع هذه الغرامة إلى 100,000 يورو مع وقف العمل بعقوبة الإيقاف بشكل فوري.